المواطن البسيط بحالك يدير سيارة في ظل هذا الغلاء تاع المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار، في ظل هذا الغلاء اللي رانا نعيشو فيه، ما ظنيتش باللي نقدروا نديروا سيارات. ربي يجيب الخير، وخاصة الموظف البسيط أو المواطن البسيط اللي عندوش كارا راح يقدر يشري، أكيد يشري يحوس عليها. رانا نتكلم على المواطن البسيط. نفرض نتكلم على الموظف مثلا، الموظف باش يشري سيارة يلزمو من 60 مليون والفوق، يشري خردة، يشري سيارة جديدة ما كانش منها، مستحيل. كيعود ما هوش ياكل قاع من الشهرية تاعو يحط فيها، بارك الله يحط فيها، مستحيل بيجملها تحت 6 سنين و 7 سنين. احنا وش نقولوا؟ احنا نهضروا على خريدة ب60 ولا ب70 يجملها بعد 5 سنين و 6 سنين، بحالك يقدر يشري خريدة. أناش عارفين، ربي يجيب الخير إن شاء الله. الأسعار راهم يقولوا راها طاحت، آخرين يقول لك ما طاحتش، ما فهمنا والو، والله ما فهمنا والو، الحال صعيب. هذا الكية، هذه كية صح، الله يبارك، الله يبارك، فخامة، ربي يبارك لهم ويزيدهم. لها احنا رانا نشوفوا ورانا نتفرجوا كحلوا بعيننا يسر، الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. تيربو فن نزه في الطريق، الله يبارك. السعر قال لك كما راكم تشوفوا 345 مليون، العداد راه ماشية 240 كيلومتر. ايه ورانا نستناو. ايه الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. هذا الفن والنخطيك صح. ربي يبارك الخلائق، ربي يجيب الخير. عزيزي المشاهد، اترك لنا تعليقا حسب حول هذا المقطع تاع الفيديو، حول هل بإمكان المواطن البسيط أو الموظف الجزائري أن يشتري سيارة في الوقت الحالي جديدة ومستحيل، وخريدة ب50 ولا ب60 أكيد تكون. عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.